مساء الهنا على عيونكم حبايبي، مساء الصحة والستر والرضا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الحلاوة الطحينية اللي بنشتريها من بره. هنعملها في البيت بطريقة سهلة جدا وبمكونات بسيطة موجودة عندنا في البيت. المكونات دي عبارة عن 3 مكونات بس. ايه هما؟ نص كوباية دقيق، وكوباية طحينة، وكوباية ونص سكر، كله طبعا بنفس معيار الكوباية اللي احنا بنستخدمها. دلوقتي اول حاجة هناخد الدقيق بتاعنا، نص كوباية الدقيق في طاسة على النار، وهنبدأ نقلبه كده. احنا عايزين الدقيق بس يسخن معانا، يعني في دقيقة واحدة كده. اول ما يسخن نبدأ نطفي عليه كده. اول ما ناخد معلقة ونحط ايدينا على الدقيق نلاقيه سخن خلاص، بنبدأ كده نطفي عليه، نشيله من على النار. دلوقتي نزلنا الدقيق على النار من على النار، وهنبدأ نفضيه كده في بولة. هنبدأ ننزل بقى على نص كوباية الدقيق اللي دفيناه على النار بالكوباية ونص سكر. بسم الله. وهنبدأ نقلبهم كده مع بعض، نقلب الدقيق مع كوباية ونص سكر بالطريقة دي. دلوقتي اخدنا كوباية الطحينة وهننزل بيها في نفس الطاسة اللي احنا عملنا فيها الدقيق، سخنا فيها الدقيق. عايزين بس ايه، نفك الطحينة دي، نخليها بس تفك شوية، يا دوب هنسخنها بس زي الدقيق تفك شوية على النار، مش اكتر. كده خلاص، شايفين الطحينة اهي فكت معانا على النار اهي، ساحت. هنبدأ نطفي عليها النار، وهنبدأ دلوقتي ننزل بالطحينة اللي سيحناها كده، فكناها على النار على السكر بالدقيق بالشكل ده كده. هنبدأ بقى دلوقتي نقلب المكونات مع بعضها، السكر مع الدقيق مع الطحينة بالشكل ده كده. وبعد ما قلبنا المكونات كده بالمعلقة هنعمل ايه؟ هنبدأ نمسك الخليط ده نفروله كده بايدينا، مش هنعجنه، نفروله بالشكل ده كده. وطبعا ما نقلقش من الدقيق اللي احنا حطيناه، مش هنحس بطعمه خالص في الحلاوة، خصوصا ان احنا كمان ايه يعني عاطينه كده تسخينة سريعة على النار. وهنا بنكون مجهزين العلبة اللي هنحط فيها الحلاوة. هنعمل ايه؟ هنفرش كده كيس جواها، وهنحط تحت خالص شوية بقى ايه سوداني، شوية مكسرات حسب ما انت عايزة، ممكن ما تحطيش حاجة خالص. هنبدأ بقى نعمل ايه، ننزل كده ننزل بالحلاوة اللي احنا عملناها بعد ما فرولناها، ننزل بيها كده على السوداني، وهنبدأ نوزعها كده كويس في العلبة. وبعد كده بظهر المعلقة هنبدأ نضغط عليها كويس جدا، بحيث نسويها كلها زي بعض، تبقى كلها واخدة ايه سمك واحد بظهر المعلقة كده. تبداي تضغطي كده، تنزلي على تحت وتسويها كده بظهر المعلقة، تضغطي عليها جامد عشان تطلع معانا متماسكة، ما تبقاش ايه فكة من بعضها. وبعد كده بعد ما احنا حطينا الحلاوه وضغطنا عليها بظهر المعلقه وسويناها، بنبدا نقفل عليها الكيس كده، ونسويها برده بايدينا، نضغط عليها كده. ونبدا نقفل برده الناحيه الثانيه، نقفل عليها كده كلها بالكيس، ونبدأ نغطيها بقى بالغطا بتاع العلبة، ونسيبها بقى في التلاجة. نسيبها قد ايه؟ مش اقل من 6-7 ساعات، والافضل تسيبيها مثلا ايه، لو عاملاها الصبح تسيبيها لحد بالليل، تطلعيها بالليل، او لو عاملاها بالليل بالعكس تطلعيها الصبح. هحطها في التلاجة، وبعد ما تطلع هوريها لكم شكلها عامل ازاي. وادي يا جماعة الحلاوة بتاعتنا بعد ما طلعتها بقى من التلاجة. هنفتح كده، وهنبدأ نطلعها كده من الكيس.
كده. بصوا منظرها عامل ازاي. هنبدأ بقى نقلبها على طبق تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. وبصوا الحلاوة بقى شكلها بقى عامل ازاي. شايفين طالعة كلها هي متماسكة حتة واحدة، والسوداني اهو من تحت منظره جميل. هنبدأ كده نقطع حتة منها اهو. شايفين؟ بصوا الحلاوة عاملة ازاي. بصوا عاملة ازاي اهي، بالمكسرات بتاعتها او السوداني، سواء حطيتي مكسرات او سوداني. بصوا طالعة خرطة واحدة اهي، وطعمها جميل زيها زي بتاعت بره بالظبط، يعني زي حلاوة البوادي او الرشيدي الميزان. بصوا شكلها عامل ازاي. دي كانت الحلاوة بتاعتنا الطحينية اللي عملناها في البيت بطريقة سهلة من 3 مكونات بس: دقيق وطحينة اللهم صل على سيدنا محمد وسكر. عملناها ما خدتش معانا 10 دقايق ودخلناها التلاجة وطلعت بالمنظر ده. انا عايزاكم تجربوها، يا ريت لو تجربوها بالطريقه بتاعتي دي هتعجبكم قوي ان شاء الله. واتمنى لو عجبتكم ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. نتقابل في فيديو تاني ان شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.